صباح. صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين، صباحكم عسل ودقلة وحليب. كيفكم؟ اليوم الفلوق متاعنا فطور صباح براسك، يعني صورت لكم برشا حاجات اما ما حبيش ان نهبطهم الكل خاطر باش ما يطولش عليكم الفيديو. ديجا نقصت وصلت براسك ل9 دقائق. ان هنايا كما قاعدين تشوفوا حطت القراعه، ذاك القراعه اللي نطيبوا به احنا اللي طيبوا احنا الكسكسي اللي حطيته الاول هذاك. تنوريكم نهار طريقته كيش يتعمل. انا ما نعرفش الحق كي تجي حماتي، حطيت شويه معجون فريز. بالنسبه للقراع هذاك يحطوا بعد القهوه والفطور يحطوا عليه طحينه اللي هي طحينيه ولا وشي حصيلوا هذيك. المهم انا كيما قلت لكم قبل راني الفطور انا وياه مشنا اصحاب، اللي هنا مضيفه اصحاب راجلي. قمت الصبح بكري، عجنت طيبت حضرت عملت لهم فطوره. كنت تشوفوا معي حتى الريسيت نتاع المعجنات باش نحطها لكم، وحبيت نشارك معاكم كيفاش ننظم نعمل فطور صباح لتراكن هنا كيفاش يفطروا، تتعرفوا على حاجات جديدة. باهي، أول شيء حبيت نشكركم على تشجيعكم، على مساجاتكم، على كلامكم العسل. ربي يفرحكم الناس الكل، ومرسي كل واحد بعث لي مساج ولا كتب لي كومنتير. ربي يفرحكم الناس الكل ويعطيكم ما تمنى. ثاني حاجة، فما ناس قالوا لي عارفينا بروحك خاطر أول مرة نشوفوا قناتك. باهي، أنا اسمي إخلاص، نسكن في تركيا، مخذة تركي. عندي زوج صغيرات، واحدة اسمها أليف واحدة اسمها إيلين. واحدة بش عامين ونص وعامين برسك عاد قريب تولي 3 سنين، والأخرى عام ونص. زوز مازالوا صغيرين معناتها. هيك كمان عندي هواية الفيديوهات، نحب نهبط ديما في الانستغرام الريل متاع الريسيت. وتو قررت اني نعود نهبط في اليوتيوب، هاني نتونس معاكم وكلامكم العسل يعطيني طاقة ايجابية. المهم حطيت شوية الجبن، وحطيت هنا هذه الصوص كيما قاعدين تشوفوها. نهار نعملها معاكم راهي بنينة. انا الحق للامانة شريتها حاضرة، اما كي تعملوها في الدار تجيكم خير. وهذا القراع اللي حكيت لكم عليه راهو بنا، متخيلوش ان القراع هذاك هو نفسه القراع ناكلو فيه هنا. حصيروا عندي هذه الدور، حبيت نحط فيها كيكا جبونات وحاجات كيكا. لقيت عندي برشا حاجات ناقصة معناتها بورتو مش تقضيت، اما سبحان الله كي تبدو تحضر والوقت ما يزيش. هنا راهي برسك 7 متاع الصباح بديت نحضر. من الليل لميت دنيتي كل قضيت فرحت خاطر في الليل ظلام شوي، مش حبيش نصور لكم وانا ننظف وننظم في الصالة وكيفاش نعمل في الديكور وكل شيء. حاسلو حطيت هنا شويه السلامي وباش نحط شويه فرماج. حاسلو هذه باش نعملها فرماج سلامي. وعملت سلطه زيتون بينات ما نحكي لكمش البنه نتاعها تهبل. تو نعطيكم الريسيت نتاعها سهله على الاخر، بالطماطم والمعدنوس والزيتون سهله على الاخر. حطيت هنا سلامي وباش نبدلها عملتكم كوا ورده كيكه. هاني حسب روحي نبدع. وباش نبدلها بعد كده باش نحط في الوسط زيتون. هنا باش اول حاجه قلت نعمل العجينة وخليها ترتاح باش تخمر في عقلها. حطيت كاس ما دافي، كاس حليب دافي، باش نحط 3 مغارف متاع سكر، وباش نحط عليهم واحدة خميرة خبز معناتها خميرة خبز نركضهم بالباهي. وباش نحط عليهم كاس ياغورت، نفس الكاس كيلو به هو كل شيء. راهو هذه راهي كونتيتي كبيرة جتني حسيتها أنا. من بعد عندي نص ساشي متاع خميرة حلو، هذه تساعد الخمير تخمر في ساعة، فهمتوا. حطيتها وركضتهم مع بعضهم كما قاعدين تشوفوا هنايا. وباش نحط معاهم ليل محمد رسول الله 2 أبيض العظام، الأصفر نخليه باش ندهن به من فوق. وباش نحط معاهم نص كيس زيت. هو ما عندي مو كيس، انا عملت نص كيس خاطر الزيت وفالي، فهمتوا. ركضتهم بالباهي وباش نبدا نصب تدريجيا الفرينه مع الملح ديما نحطها مع الفرينه، ما نحطوش الملح مع الخمير. نبدا نخلط ونصب الفرينه، نخلط ونصب الفرينه اللي انت تلم معايا العجين. هنا راهي مشي بالمقادير جست بالكيس، وقد كل واحد والفرينه نتاعها. فما فرينه تشربها خاطر ما نتصور كيلت لي معناتها برسك كيلو غير ربع هكاكا ولا اقل شوي، مش دايري. حاصلوا كيما قاعدين تشوفوا نخلط ونحط الملح كيما قلت لكم نحطها مع الفرينه ونعجنها. وبعدك باش نجيب شوي زبده وش نحطها فوق منها، نعجنها بالباهي معناتها، ونجيب شوي زبده نحطها فوق منها ونخليها معناتها ترتاح. ان هنا بنات تشوفوا لي محمد رسول الله
انا راني ديما ننسى، مش نسيت واش عنقولكم، مش عنقصها، عنخلي كيكاك. حاسيلو عجنتها بالباهي معناتها عجنتها لين دخلت بعضها، وما نعجنو هزه لين تولي قاسيه كي الحجره. لازم تبقى عجينتكم شوي طريه، هذيك السر نتاعها باش تجي ناجحه. هذه يعملوها الاتراك فطور الصباح، يعملوها ويحشوها بالجبن، يحشوها بالشوكولاته. ديما نهبط لكم في الريسيت نتاعها في الانستغرام، ديجا تدخلوا شوفوها اذا كان تحبوا تشوفوها بطريقه مبسطه اكثر مكا. الحصيل وبنات هنا قاعده نعجن في العجينه متاعي، وباش نحط لها شوي زبده قلت لكم، وخليتها تخمر، ومن بعد حليتها بالطريقه دي، حطيتها شوي موتزاريلا في الوسط وكعبرتها وخليتها ترتاح. وبعد ما خليتها ترتاح باش ندهنها بشوي اصفر العظمه، ورش لها شويه سينوج وجلجلين. سينوج وجلجلين اسمها هي، هذا كم نكحل احنا نقول لها في توزر. حسيلو وباش نخليهم يرتاحوا كي يتنفخوا شوي نحطهم في الفور متاعي، معناتها نحطهم في الفور 180 درجة درج وسط. اللي هنا قلت خليني نمشي نعمل سلطة الزيتون. هزت الزيتونات متاعي، هزت شوي طماطم وهزت شوي معدنوس، غسلتهم الكل بالباهي، قصت الطماطم متاعي وحطيتها على كيس زيتون. الزيتون راهو من غير قلوبه، حطيتها على كيس زيتون وحطيت شوي معدنوس غسلته وحطيته فيهم. وباش نحط لها مغرفه هروس، وباش نحط لها شوي زيت زيتونه وشوي دبس الرمان. دبس الرماني فما ناس يقول حامض الرمان، اللي هو دبس الرمان. حصيلو سلطة تجي متاع فطور هي الصباح، بنينة 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 بنينة. منحكي لكم مش معناتها جربوها، تو نهار نصورها لكم عن قريب. ان هنا قلت خليني ننظم البلاصة دي، حليت الريدو، حطيت الصحون، حطيت الكحب، بت التم كل تكون روز. هيك هم رجال وانا حطيت لهم روزة، ما انا شهيت هيك ما عنديش معمل نفطر. هاني هم جيت لهم حطيت الكيسان متاعي. ان هنا شوفوا وليت خاطر ما عادش عندي ونحط معون، وليت نخرج خلي المعون في كردونته، معناتها معونه ضرني مستعملتها مش جديد، فهمتوا؟ اما وليت نرجع في كردونته خاطر كوزينتي ما عنديش ونحط فيها الكيسان. ديما حاجه الضيوف وليت نحط على جنب، وعندي متاع كل يوم هذا كلنا احنا، فهمتوا؟ حصيل وحطيت الكيسان متاعي اللي هناي كما قاعدين تشوفوا. وبعدك باش شوي بشوي باش ننظمها كما نظموا كما تحبوا بينات. انا بركه جست كان نعطي فيكم في افكار ونشارك فيكم في نهاري كيفاش تعدى. حطيت اللي هنا هيك اللي حكيكيت اللي حطيتهم، وحطيت هنا المعجون متاعي والزيتون وكل شيء، وباش وننظمهم. في الوسط باش نحط اللي قلت لكم عليه، شفتوا في الوسط عملت سلطه الزيتون، وعملت بوريك تركي، بوريك سيجار بوريك اسمها اللي هو طويل، واللي مش بوريك هذاك خاطر الاخر ان شاء الله باش نشاركها معاكم. بورق البقلاوه يجي روعه بنا، ما نحكي لكمش. حاسيلو اللي هنا زاد حطيت هذوما كيما قاعدين تشوفوا، قاعده نزين. حطيت شوي قشطه وشوي عسل فوق القشطة، حطيت شوي عسل. وهنا باش نحط البطاطا راهي حاجة لازم. أنا عملتها في اسمها اير فراير هذيك باش ما هانيكم كوا صحية. حطيت هنا شوي مغارف باش ما يبقوش يهزوا معناتها في مغارف وحدين اخرين. جبت الورد حطيته روز، قلت باش يعمل كاكم كوا كلهم في الروز هكا ويعمل كما حسيلو. وان هنا جبت شوي شاميه وشوي قشطه وعسل واحده اخرى، خاطر البارتيه ذي فيها بارتيه الاخرى ما فيهاش. هذا يجبن اسمه حلوم ولا المهم يقول حلوم. قيليته معناتها من غير زيت، شوي زبده قيليته فيه حطيته. وهذه المعجنات اللي عملتها معاكم راهي جت تهبل وطريه وهشوشه ذوبان. وحطيت كمان هنا في الفيديو. حاسيلو ان شاء الله ما طولتش عليكم، وان شاء الله كان فيديو خفيف عليكم. اعملوا اشتراك في القناة، اعملوا لي جيم، اكتبوا لي كومنتير تحت الفيديو. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد.